عندي، لكن ليفيكاسيتي النجاعه قدام مع الفريق نتاعك ما عطيتش البلوس. راهو انا اليوم نتكلم على سيف قال اللي نحبه برشا واللي من اللاعبيه المميزين برشا. سيف قال اليوم كان من نقاط ضعف الترجي، وهنا طارق ثابت لازم يقرا ويشوف الفريق نتاعو. انا كنت تصور الدربالي ديريكتومون مش يدخل، ديريكتومون مش يدخل صحيح هكا ولا. ثم حتى من بعد في التغيير نتاع سوي انا قلت باش يبدل 4-4-2 4-4-2 سوي يلعب في الليل لانه سوي ما ينجم يلعب كان بونت القدام، ما عندوش امكانيه الوليد ثقيل، ما عندوش الدريبل واحد البينيتراسيون، يقعد كان في الكاج القدام. جاي حطوا على الكولوار في بعض الاحيان يدخل بون البونتو غطى بطبيعه الحال، طاح الوداد في الدوزيام ميتون، والاخطاء اللي عملها مع الهوني ومع وناجم زاد في دخول وناجم زوز من لاعبيه اوفونسيف اللي ما عطاوش الاضافه على المستوى الهجومي، وضعفوا الفريق نتاعهم الوداد على مستوى ليكيليبر مركز الدفاع، خلى الترجي التونسي يلقى المساحات يلوج عليها ساعه كامله. نقطه باش نختم ومن بعد نزيدوا نحكيو في ربما في بعض الامور الاخرى. هدف الترجي التونسي نسخه مطابقه للاصل لهدف نتاع الوداد في المغرب. كيف جابوا كره حطها في الواحد ضربها رودريجو ماركاها في المغرب الاخر عملها كسنترها ما مسحها دخل ديريكت. دونك بونتو منا يتشابه كيف بونتو، لكن على مستوى الفرص اذا كان نعملوا احصائيات الفرص واحد نلقاو الترجي احق بالتاهل هذاك. علاش؟ معناها اوكي ليسبيرونس ما تطور وتحسن وكذا وكذا كله باهي، ولكن اليوم نتكلموا بصراحه الترجي اضاع التاهل في ملعب رادس. تعتبر انه على مستوى المباراتين، على مجموع المباراتين الترجي استحق التاهل اكثر من الوداد، هذا هو سمير سليم. السؤال نفسه هل استحق الترجي التاهل على مجموع خلينا نبدلوا السؤال على مجموع مباراتين، هل استحق الوداد تاهله هو اللي خاطر هو الفريق المتاهل؟ وي الترجي الفضل ترشح اليوم لانه بعد الهدف قابل صفر، والهديه اللي اعطاها لنا مدرب المغرب هبط زوز مهاجمين ثقال، زوز مهاجمين كبار في العمر، زوز مهاجمين ما يجريوش برشا، اسامي كبيره حمدي الهوني صحيح ونجم ولكنهم ناس كبار ما يقلقوش. دونك بعد الهدف الاول الترجي انا قلت هذه مقابله ملاكمه، لكن الادفيرسير ماك تعرف راهو الاشقاء مغاربه كيفنا احنا وانتم راهوجنا راهو تراهجوا، هذاك علاش جات كره على البار وهذاك علاش جا هدف 10 سنتيمتر تسلل، ولكن الترجي ما وصلش الضغط وعمل لي دو شونجمون طارق، معناها ما نعرفش ان شاء الله مضروبين مش مضروبين، عمل لي دو شونجمون اللي النسق اللي الترجي قاه بعد ما كان ديزل معناها 60 دقيقه دي النسق اللي قاه تكسر النسق هذاك. دونك الترجي كل بوكسر فلت كو واللي يزيد يوجع فعلا يا سمير، وانك ترجع تعمل هكا فلاش باك تقول بربي خلينا نشوف ال 180 دقيقه. الوداد والترجي، الترجي عمل زوز مقابلات جديه ماهيش مبدعه، جديه تري سيريو الترجي، وهذه البصمه نتاع طارق ثابت، خدمه طارق ثابت دفاعيا امور منظمه، اما ناخذوا لك ال 20 25 متر يقف الترجي. دونك عملوا زوز مقابلات جديه، الترجي كان لو كان نشوفوا الفرص في زوز مقابلات تلقى الترجي اكثر فرص. الوداد في المغرب عمل طرح باهي لكن يلعبوا بالعرض يكوروا مليح من اللاعبيه، اليوم ما ريناش هذه النسخه نتاع الوداد. سامحني الترجي لو امن بحظوظه الترجي يعطيه ثلاثه بس ولا الحقيقه هل احترم الترجي الوداد اكثر من اللازم؟ علاش باش نعطيك علاش الخلفيه نتاع السؤال، على خاطر الوداد اللي عندها الظهير اللي اليمين واليسار نتاعها العملود ولا عطيه الله، واللي عندها بوسفيان واللي الاخر نسيت اسمه، عندها حمد الهوني على بنك الاحتياط، ما تنجمش ما تحترمهاش الجمعيه هذه. لكن كونكريتمون فوق ارضيه الميدان نهار الاحد واليوم ما رينا حتى شيء من الوداد، احنا كمتفرجين نقولوا الوداد وهاي نقاط القوه بالطبيعه، من غير ما نساو جبران المايسترو معناها فهمني، ما فهمتش علاش هو شبي جوهرات الترجي يتعبوا وهو جبران ما يتعبش معناتها، ياخذ ويفك ويمشي ويمين ويسار يعمل كل شيء جبران فوق في عالم كره القدم هذايا الكل. والترجي خلق فرص اكثر من الوداد البيضاوي، هنا ثمان نقاط استفهام تنجم تشوفها من الجانب الايجابي او كذلك من الجانب السلبي. النقطه هذيا بدات يقول لك نقص خبره، بدات يقول لك هذوما المباريات اللي يخليوا اللاعبيه الصغار هذوما يكتسبوا خبره باش الامور هذيا ما تصيرش. سامحني انت تلعب في الترجي نصف نهائي تاع السوبر كوب افريقيا اللي شنو هي؟ احكي ليش ناقص خبره براسك ترجي وحاضر وداخل ديما ولا زاد شوف لي ريكروتمون تاعها الوداد جابت افضل لاعب في الترجي وجابت افضل لاعب في شباب الوزداد، جابت سامحني انا توا نحكم على الميدان اللي ريتو على الميدان، مش هذا الوداد اللي نعرفه. الترجي كان قادر انه يفوز، تقول لي احترم برشا ممكن احترموا 60 دقيقه، لكن وقت اللي انت 60 دقيقه وانت عاجز على خاطر نافي با ديماجيناسيون في الكوره معناها في التيران، لعبه ستيريوتيب اعطيني نعطيك اعطيني نعطيك، ما فماش ذكاء فماش كرياتيفيتي ولا ديماجيناسيون اللي شفناه في الترجي ماتش مازيمبي ما شفناهاش اليوم. دونك هذيك شنو اللي يوجع. اثنين انا كنت نسمع لانه لازم نعلق في كلمه على تصريح طارق ثابت، تصريح طارق ثابت نتاع طارق ثابت، هذيك صورة طارق ثابت متربي ياسر متخلق ياسر، معناها البارح يحكي على النهائي وعنده الحق
واحنا النهائي وقادرين باش نعاودوا مقابله مازيمبي. اليوم يحكي على وليدات صغار الى اخره. دونك نفهم طارق ثابت، ولكن في نفس الوقت انا والله حسره على طارق ثابت والله العظيم اكثر من كل شيء، لانه خدم خدمه كبيره ياسر، لانه خذا فريق مش معناها معين ما خدمش لا، ولكن خذا فريق نفسانيا منهار، معنويا منهار، وجماهيريا فاقد كل الثقه. صحيح. طارق ثابت يعمل معجزات، وانا حتى على الاقل طارق ثابت قبلت حبيت النهائي حتى اللي هو، لانه العباد اليوم مش باش تقول تصور معناها سامحني ولهنا بربي ربما خاطر ما نلقاوش وقت باش نرجعوا لضربات الجزاء ما فلتوش هذا رودريجو. هذا شوف احنا في العاميه نتاعنا نقولوا يجرح ويداوي هكا، رودريجو يداوي ويجرح، داوينا في الماتش مركا ومن بعد جرحنا. بربي اللي يجي قلد في مشية نيمار ينسى مشيته، هو جاي قلد لنا في مشية نيمار كيفاش شفت البيلانتي هكا ولا مشى وعمل لك الوقفه ومن بعد نسيروه. ذكر نيمار يمكن في البواطه يشطح ولا كذا، عمل لنا شطحه باس 9 بيلانتيات ما يتشدوش. هاو سمير نحكي تحت رقابه سمير 9 بيلانتيات معناها صعب ياسر ما يتشدوش، لانه حتى الجول يمشي بالقوه اللي مشاو بها، وفما بيلانتي جات باس رودريجو عطاها الوحيده اللي مشى خلينا ناخذ راي سمير في النقطه دي نتاع والله بالنسبه لي انا اللي خلى الترجي ما يترشحش هو رودريجو، لانه بيلانتي كيما هكاك كان عطاها حقها وضاع تضيع يا ولدي سريع يا ولدي في ضربه جزاء يمشي ويقطع باس امان. شفت 9 الاخرين انا تاكدت وقت اللي هو فلت ونعرف المغاربه قلت هذا سيفات اللعبه لانه ما همش يفلتوا حتى كوره. وريت البلانتيات يا تضرب في ال90 يا تضرب في كذا كور مش مميش اسمه ويجيبوا 3 جول يحطوهم ما يشدوها. بربي ضربه جزاء نتاع رودريجو. السلام عليكم، كان هذا الفيديو ديال اليوم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. تبارك الله عليكم، شكرا على المشاهده، وما تنساوش تدعمونا باللايك والبارطاج وتابوناو معنا في لاشين باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. شكرا على المشاهده ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. تبارك الله عليكم.